الحلقة هذه باش نوريكم كيفاش عملت كاسكروت بولي باني بلوز، بيستو ديري، مايونيز ديري، خبز شباتة ديري زادة، بولي باني بلوز وجبن ايمونتال من الفوق ضربناه بالشاليمو. الكاسكروت هذا فيه بنة قرميشة كريمو ويذوب على الاخر. ومن غير ما نطول عليكم كتبت الوصفة في البيو. اول حاجة نبداو بها هي خبز شباتة. ناخذ مقفول فيه فارينة ونصب عليه الماء. نبدأ نخلط بصوابعي من غير ما نعجن. نحاول نبل الفارينة الكل حتى الجناب نهزم من الوسط. هوني العجينة تبدأ تلصق لي بالكدا في يدي. كعبرها ومن بعد نغطيها خليها ترتاح 30 دقيقة باش تكون الجلوتين. نحل الخميرة في شوية مسخون 10 دقائق باش ننشطوها. نحاول نحرك بالمغرفة اللي انت دخلت مليح. نحط الخميرة على العجينة اللي شربت منها بالكدا مع الملح زيت زيتونة. نعجنها اللي تشرب منها تكستور تولي سوبل على الاخر تلصق في اليدين وتريح ونخليها ترتاح 30 دقيقة. العملية هذه باش تتعاود 4 مرات. نحل نحط شوية فارينة نخلط نغطي 30 دقيقة. نحط فارينة نخلط نحلها نغطي 30 دقيقة. من بعد نحل نحط فارينة ونغطيها المرة هذه 45 دقيقة. ما بدأت ترتاح ناخذ بابي كويسون نحاول نقسمه على مستطيل في كبر خبزة. كي تحل على العجينة تشوف لي البات كون تهوي. كي تمس الأنبولة تترشق. تقسم خبزاتك بالكعبة. تنجم تعاون روحك بالفارينة وتخليهم يرتاحوا 30 دقيقة باش يزيدوا يكونوا هوي. حط في الفور في 250 درجة لمدة 25 دقيقة. انتي والفور بتاعك شنو يعطي. كي تحل الفور لازم تشوف خبزاتك تنفخوا بالكدا كونوا كروت مستكحلة شوية. الحقيقة جاوني باهين وتحافن. خبز الدار ديما وحده. نحي بشوية من بابي كوسون تشوف تقرميشة. ناخذ سكينة متاع خبز ونقص بشوية. تخرج الريحة وسخانة من الخبز. البيبة جات خفيفة والكل هواء. حتى قبل ما ذوق نعرف اللي هو خفيف على الاخر اما يبقى يتقرمش من برا. الصوص بيستو. ناخذ ثوم نقشره نقصه بالصغير نحطه في الميكسور. من بعد ناخذ الحباق اوراق مزيانين نحط بالكعبة. نرد بالي باش ما نحطش التيج راهي مرة. نحط البندق شوية بارميزان ملح فلفل اكحل. نعمل رشة بيها زيت زيتونة باش كي نرحي تكون كريمة. نعمل ضربة بالميكسور نحل الروبو وناخذ مغرفة ونصب الصوص بيستو في زحفة. الصوص ريحتها بنينة وكريموز على الاخر. المايونيز. حط اصفر العظم نركب الروبو في بلاستو. الخطأ يحميني من الزيت. نبدأ نصب الزيت النباتي. الاستيوس هوني اللي لازم تصب بشوية. كي نصب برشا فرد مرة باش تطيح المايونيز وتتهلك. وقتها تعاود كل شيء من الاول. كي تطلع المايونيز نزيد خل ابيض ملح فلفل اكحل وقارص. عاود ضربة بالروبو وذوق باش نعرف كان لفاح مريقل ولا لا. تكستور مزيانة وخفيفة. دجاج بانيه باللوز. ناخذ عظام نرفضه بالفرشيطة. من بعد ناخذ اسكالوب دجاج نرشه بالملح والفلفل الاكحل. الفارينة. من بعد نعاود عظم فارينة نحطه في الليمون دي فيلي وننزل بالشكاكة يشدوا فيه. نغطس في زيت سخون يعمل في 180 درجة. نطيب للون يولي دوري. الاسكالوب تكون خذيت وقتها والبانيور تعطيك القرميشة اللازمة. ومن بعد يجي وقت المونتاج. ناخذ اسكالوب ونقص طروف. نقص الشباتة على 2. نحلها نحط مايونيز في شيرة بيستو في الشيرة الاخرى. الاسكالوب في وسط الكسكروت. جبن ايمونتال من الفوق. تشعل الشاليمو نذوب الجبن. نسكر الكسكروت ونذوق. قد ما سهلة بنينة تحسك بكل حاجة تعبت عليها في كسكروت هذا. من المايونيز للبيستو. احساس اللي خدمتك عطات كسكروت عسري ومعشعش. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة.
كيما قلتوا على الخبز تنجموا تشريوه حاضر. انا هذا جوي. كان عجبتك الحلقة حط لايك وبني روحك. كان عندك سؤال تنجم تسألهولنا في كومنتير واحنا نتقابلوا في الحلقة الجاية.